طبعا علبتين منهم هم زي ما قلت لكم، خارجين البحر او كده ورايحين في مكان ناخدهم معانا. وجبت ديت عشان اللي هو البانكيك. اهي زي ما شايفين كده برضو حلو برضو، تبصي فيها كده اهي. هي ده طبقتين، ديت ودي. ربع دينار وكده، فقلت اجيب ايه واحده منهم كده كتغيير وكده في المطبخ. وجبت طبعا ديت علشان احط فيها اللي هي المكسرات وحاجه رمضان طبعا، ولو في مارشميلو في شوكولاته في اي حاجه طبعا، في علبه كده محكمه وشكلها حلو وشيك. جبت ديت بقى عشان ايه اغسل فيها الرز او كده، او اصفي فيها المكرونه كده زي ما شايفين. ديت تبقى معموله كده مصفى كده حلو. عجبتني برضو، لقيتها حلوه برضو، قلت اجيبها. وجبت ديت كده زي نظام عجانه كده، ممكن اعجن فيها اي حاجه، او مثلا لو انا بعمل حلويات وكل كده اللي هو الكريم شانتيه او كيكه او اي حاجه طبعا. برضو لقيتها حلوه برضو بدمار وكده ورخيصه زي ما انتم شايفين. شكلها حتى شيك، حتى وتلم الحاجه كده ايه، تعجني فيها بيتزا، تعجني فيها اي شيء، تعملي فيها كيك برضو. وجبت طبعا اللي هو طقم التوابل دوت، احط فيه توابل برضو اهوت. كل الحاجات دي طبعا انا جبتها عشان ايه شهر رمضان. وجبت طقمين من دمت من الاطباق ديت برضو بالشوك. لو انا مثلا عامله جيلي، عامله كريم كراميل، يبقى شكلها حلو شويه اهي. بنتي طبعا عايزه دلوقتي تاكل فيها اندومي، تجرب فيها وتقول لها اكل فيها اندومي دلوقتي اهي. لقيتهم برضو حلوين كده، يعني اعمل جيلي، اعمل كريم كراميل، رز بلبن، مهلبيه، شكلهم حتى حلو كده وايه وشيك. ستة برضو مع الشوك بتاعتها، كل طبق شوك اهو زي ما انتم شايفين. جبت لهم طعمين وكده. جبت طقم تاني برضو اهوت، الزر بتوع الصينيين ولا ايه ولا الفلبينيين اهو، المهم يعني بس شكله حلو كده وعجبني. قلت اعمل فيه الحاجات في رمضان، كريم كراميل، رز بلبن، مهلبيه. ولقيت برضو في هناك عرض على التوابل دي برضو شكلها شيك. طعم توابل كده، او ممكن تحطي فيه سكر برضو او شاي كده. بتفتحيه طبعا شايفه من جوه شكله عامل ازاي، صراحه تحفه. ودي بتحطيها كده كده بتبقى شكلها كده حلو بصراحه، عجبني جدا. جبت منه برضو اتنين. زي ما انتم شايفين كده. جبت منه طقمين، واحد ابيض واحد اسود، وهحطها في كرتونه عشان ايه لسه عايزه اظبط المطبخ بتاعي بقى كده ايه، وارص الحاجات دي. طبعا ده انا عايزاني يوم كامل علشان ايه ارص الحاجات اللي هي ايه في المطبخ والبهارات وكده. خلي طبعا كل واحده علبه، والسكر والشاي وكده برضو بيبقى شكلها حلو. قلت اغير بصراحه، طقم حلو اهوت وشيك. وجبت السفره دي طبعا عشان شهر رمضان برضو. جبت الحاجات ديت علشان طبعا شهر رمضان والواحد يغير برضو. لقيت برضو ورق اللي هو القصدير دوت برضو جبته علشان برضو ايه لو ادى حد حاجه فيه كده اسركل فيه.
وجبت كمان اللي هي الاطباق اللي هي البلاستيك برضو، لو انا هدي لحد مثلا ولا حاجه اغلف الاطباق ديت، الصحون ديت برضو زي ما انتم شايفين كده. طبعا ديت المشتريات طبعا لشهر رمضان. زي ما قلت لكم انا حبيت اجدد في مطبخي كده واجيب حاجات جديده وكده، واستمتع طبعا بشهر رمضان وروايح حواليكم. طبعا كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود علينا بخير يا رب جميعا، ويا رب طبعا فيديو اليوم يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.